الفيديو ده لازم تبعته لأي مريض سكر تعرفه، لأن أخطر حاجة في شائعة وقف الأنسولين المستورد إنها ممكن تخلي المريض يغير نوع العلاج بتاعه أو الجرعة من نفسه. هيئة الدواء المصرية قالت بوضوح إن مفيش قرار بوقف استيراد أي نوع أنسولين مسجل، وجميع الأنواع المحلية والمستوردة مستمرة في التداول. اللي تم هو ضبط بعض الكميات المستوردة الخاصة باحتياجات الجهات الحكومية مع زيادة البدائل المحلية لما تكون متوفرة بكميات كافية، وده لا يعني ان الانسولين المستورد اتمنع او اتوقف من السوق. الامدادات هنا بتتحدد حسب الاحتياج الفعلي، وبتشمل اصناف محلية ومستوردة وبعض الانواع طويلة وسريعة المفعول، والهيئة بتتابع سلاسل التوريد باستمرار. ولو ما لقيتش النوع المعتاد بتاعك في صيدلية، ما تقررش وحدك انك تستخدم بديل او تغير جرعتك. اسأل عن التوافر في صيدلية تانية، وراجع الطبيب او الصيدلي المختص قبل ما تغير. شارك الفيديو ده مع مريض سكر واسرته، لان التصرف الغلط هنا اخطر من الشائعة نفسها.